السآلين التناسلية عبارة عن فيروس منتقل جنسيا، ويكاد يكون أو بيصنف بالفعل لأشهر sexually transmitted infection، أشهر عدوى منتقلة جنسيا ما بين الأزواج. إيه هو السبب في حدوث السآلين التناسلية؟ فيروس يعرف بفيروس الورم الحليمي البشري ال HPV. الفيروس ده مش دايما بيسبب تساليل تناسلية، في أغلب الحالات بيكون بدون أي أعراض، والجسم بيتخلص منه بدون أي علاج. في بعض الأحيان بيوصل لعنق الرحم عند السيدات ويبدأ يخلي في تغيرات في الخلايا نفسها اللي موجودة في عنق الرحم، اللي على المدى الطويل بعدين تؤدي إلى حدوث سرطان عنق الرحم. طب لو في عدوى وسببت لي سآليل تناسلية، ازاي اعالج السآليل التناسلية والفيروس؟ اولا لازم نكون واخدين بالنا من حتة مهمة جدا، اننا نقدر نعالج السآليل التناسلية بشكلها اللي موجود، اللي بيتراوح من احجام صغيرة ميكروسكوبية لديفورميتيز كبيرة جدا، تبقى عاملة زي الصوابع، شكلها بيبقى مخيف، بان احنا بنعالجها بشكل موضعي، يا اما بالازاله بالكي او عن طريق توبيكال سولوشنز وكريمز بتستخدم بطريقه معينه لفتره علاج اطول شويه، مع بعض المحاذير اللي زي اننا بنلبس دبل جلافز، بنلبس 2 جوانتي بدل 1 جوانتي عشان نحمي نفسنا من السيلف انيكيوليشن، انه السقاليل دي تتنقل لمكان تاني في الجسم خلاف المكان اللي هي بالفعل موجودة فيه. لكن الفيروس نفسه ملوش علاج، وهي دي البوينت اللي احنا بنتكلم فيها دايما، انه الثقاليل كديفورميتس كتشوه موجود نقدر نعالجه باكتر من طريقة، لكن الفيروس نفسه وانس ان دخل الجسم ملوش علاج ناخده نخليه يروح، يا اما الجسم بيتخلص منه لوحده يا اما بيفضل موجود في الجسم. دي أول مشكلة بتواجهنا في الفيروس نفسه بعد الإصابة بيه. تاني مشكلة إن للأسف مفيش تحليل دم نقدر نعمله نعرف إحنا يا ترى اتصابنا بأنهي نوع من أنواع الفيروس. الفيروس ده يا جماعة فيه 200 سب تايب، فيه 200 نوع ما كانش أكتر كمان وإحنا لسه مش عارفينهم. ف 200 نوع دول عدد كبير جدا. الخطير بالنسبة لجسمنا كستات هو 6 و11 و16 و18، لأن دول اللي بيعملوا السقاليل التناسلية، واللي ممكن يعملوا عندنا التغيرات بتاعة عنق الرحم اللي ممكن تؤدي على المدى البعيد لسرطان عنق الرحم، ربنا يحفظنا جميعا إن شاء الله. علشان كده التطعيم بتاع ال HPV موجه للأربع أنواع دول، اللي هو الكوادريفالنت فاكسين مش البايفالنت. البايفالنت كان بيحمي بس من 16 و18، لكن الكوادريفالنت امتد ل 6 و11 و16 و18، وده الأفضل عشان يحمينا من الجينيتال وورتس السقاليل التناسلية، وكذلك يحمينا من الإصابة بالفيروس اللي ممكن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم. طب مين الستات اللي محتاجين ياخدوه؟ طبعا في وعي عالمي بان احنا لازم البنات من سن 9 ل 14 سنة ياخدوا التطعيم. في كلام ان احنا هندرجه في التطعيمات الاجبارية بتاعة البنات، وبتتاخد وقتها، يعني الكلام الجديد من اول 2022 اننا ممكن ناخده في المرحلة العمرية لحد 20 سنة بجرعة واحدة بس او جرعتين. فوق 20 سنة وسابها مفتوحة، كان زمان بيقفلها لحد 27 سنة، دلوقتي هو سابها مفتوحة، قال لك يتاخدوا على 2 دوزز جرعتين، المسافة ما بينهم 6 شهور. وده معناه انه الستات دلوقتي في اي مرحلة عمرية تقدر تاخده، على عكس الكلام القديم بتاع من 27 سنة بنبدأ بقى ايه، يختلف الكلام ونشوف مين هتاخده ومين مش هتاخده. النقطة بس في الموضوع ده تحديدا هو السيكشوالي اكتيف وومن، الستات اللي بالفعل بدأ النشاط الجنسي بالنسبة لهم وحصل زواج، ممكن يكونوا اتصابوا بأحد الأنواع دي وبدأ يعمل التغيرات في عنق الرحم بدون ما تكون هي مدركة لده. عشان كده بنقول الإفادة الأكبر إننا ناخده قبل سن الجواز بالفعل. طب انا اتجوزت وعايزه اخده، ما اخدوش؟ لا خديه، لانه زي ما قلنا مفيش اي تحليل معين يقول لنا احنا اتصبنا بانهي نوع واتصبنا بالنوع الخطير ولا لا.
فما لا يدرك كله لا يترك كله، احنا ناخده بحيث انه لو احنا ما اتصبناش بيه يبقى حمينا نفسنا، لو اتصبنا بنوع يبقى احنا حمينا من الانواع التانية. ده برضو لا يغني من الروتين باب سمير. الروتين باب سمير او الفحص الدوري لعنق الرحم ده شيء مهم جدا ان كل الستات اللي في العالم يعملوه، علشان خاطر ان هم يطمنوا دايما ان مفيش اي تغيرات في عنق الرحم. الروتين باب سمير بننصح بيه كل الستات من أول بداية العلاقة الجنسية لحد سن 70 سنة. بنعمله روتين كل 3 سنين عشان نطمن إن مفيش أي تغيرات طرأت على عنق الرحم، لأنه دايما زي ما الوقاية خير من العلاج، فالعلاج بدري أفضل بكتير من إننا نستنى لحد ما الموضوع ينتشر ويبقى العلاج بتاعه أصعب أو بخطر أكبر على صحتك. وانا عارفه ان في امهات كتير جدا وابهات كتير جدا بيكونوا متحفظين ناحيه الاتش بي في فاكسين، علشان خاطر انه عدوى منتقله جنسيا، واحنا عارفين اخلاق بنتنا وعارفين ان هي مش هتعمل حاجه حرام او حاجه دينيا غلط، وبالتالي هي مش هتتعرض للاصابه دي. لكن رجاء يا جماعه اعتبروه تطعيم زي التطعيمات كلها اللي اخدناها واحنا صغيرين، زي تطعيمات شلل الأطفال وهيباتيتس بي والحاجات دي كلها. ويا ريت يكون روتين فاكسينيشن بغض النظر عن أي شيء، حماية لبناتكم وحماية لكم انتوا كمان يا أمهات لو لسه ما أخدتوش.